تقريبا ده ارخص مايك واشيك مايك هتقدر ان انت تستخدمه، سواء كنت انت صانع محتوى او محتاجه في استخدامك العادي. مايك رخيص وشكله شيك زي ما انت شايف كده، هيسد معاك في اي حاجه عموما يعني. ده مايك الكي 688 من شركه واي فاي. المايك ده بيجي بثلاث الوان، البلاك والبينك والوايت. مايك ديناميك بينافس مايكات كتير اغلى منه في السعر. خلينا نفتح ونشوفه. طيب تعليمات التشغيل، في شرح لكل حاجة، سواء كنت بتستخدم ويندوز او لو انت بتستخدم الماك هتلاقي فيه كل حاجة. نركنه على جنب ونشوف الباقي. واللون بصراحة تحفة، بصراحة تحفة. دي كده تحويل عشان لو انت الحامل عشان تغير المقاس ولا حاجة، لو انت بتستخدم حامل مختلف عن بتاع فاين. وكابل اليو اس بي، الكابل اللي تقدر ان انت تستخدمه تايب سي. بس دي كده محتويات العلبة. المايك بصراحة يا جدعان تقريبا معدن، تقريبا الجزء ده كمان معدن، ممكن ده بلاستيك. ممكن تقدر تستخدمه عن طريق الاكس ال ار وعن طريق الميكسر ده لو انت عندك ميكسر. وكمان تقدر تستخدمه بمدخل التايب سي على طول. عندك هنا مدخل سماعة عشان لو حبيت ان انت تسمع صوتك وتشوف صوت المايك مظبوط ولا لا. عندك هنا زرارين، واحد من خلاله هتقدر ان انت تتحكم في صوت المايك سواء كنت عايز تعلي او توطي صوت المايك، وكمان ده تتحكم من خلاله في صوت السماعة. الفلتر ده نقدر نشيله، وده كده هيكون شكل المايك. ده طبعا عشان ينزل الصوت، والمايك بيستقبل الصوت من الامام. الاتجاهات دي كلها ما بيستقبلش منها الصوت، يستقبل الصوت من هنا. ونسيت اقول لكم ان الزرار ده كمان تاتش، مجرد بس ما تلمسه لمسه خفيفه بيعمل ميوت لو انت عايز تكتم صوتك ومحدش يسمعك. مايك جميل جدا وسعره رخيص مش غالي، وده اللي هنستخدمه في فيديوهاتنا الفترة اللي جاية. لو عايز تعرف سعر المايك كام وتشتريه منين، اكتب لي تعليق على الفيديو وهقول لك كل تفاصيله.